اخوات طلبوا مني هذه الوصفه هذه، قررت اليوم نديرها لكم. كاول شيء نبداو بلو سيغو. لو سيغو دائما تبدا به هو الاول باش يبرد، باش نجوزو من بعد لقلب اللوز. لو سيغو راح نحتاج 2 كيسان تاع السكر، يعني هذا الكاس هذا مع السنيوه اللي راح نوريها لكم من بعد. 2 كيسان تاع السكر، 4 كيسان تاع الماء. اذا نديرو 2 كيسان سكر اول مرحله، وندير لهم 4 ماء. اذا 4 كيسان تاع الماء ونديرهم فوق النار يغلو. بعد ما درت الكسرونه فوق النار الخليط تاعي راه بدا يغلي. يعني كيفاش تكون الطريقه تاع الغليان تاع لو سيغو تاعنا، يعني ما تكونش تغلي تتكاثف وما تكونش قليله حتى ميته النار. هنا بديت حنقصلو شويه هكذا باش نوري لكم كيفاش تكون النار تاعنا، يعني كيفاش تكون الطريقه تاع الغليان تاع لو سيغو تاعنا بهذه الطريقه. شوفوا كيفاش راه يغلي، يعني ماشي يتكاثف وماشي قليل، غير بدا يغلي. دوك نحسب له 10 دقائق ونطفي عليه. بعد ما جلست 10 دقائق وهو يغلي، ها هو معنا. اذا هنا واش ندير، عندي نص كاس تاع الماء زهر نطفي وندير الماء زهر. علاش الماء زهر نديرو؟ باش حتى يطفي، باش الريحه تاعو ما تروحلناش ونخلوه يبرد. اول حاجه نبدا بها هنا ندوزو لقلب اللوز. قلب اللوز لازم تشري هذاك السميد، يعني كي تروحي تشري تقولي له عطيني تشيشه تاع القلب اللوز، راهي تتباع بالميزان. شوفوا حتى اللون تاعها يجي فونسي، شوفوا كيفاش تجينا وتجي خشينه بزاف. هذا هو اللي نديرو به القلب اللوز. واش راح نحتاج؟ نفس الكاس اللي قسنا به الشربات، رايحه نعمر 4 كيسان تاع التشيشه. اذا نديرو 4 كيسان تاع التشيشه. اذا هنا عندي 4 كيسان تاع التشيشه، ندير لهم غرفه صغيره تاع لافاني، ندير لهم كميه تاع لافاني وندير لهم كميه تاع الملح باش ما يجيناش صامت. اذا نديروا كميه تاع الملح ونخلطوا هاد المقادير الجافه مع بعض. بعد ما خلطت الخليط تاع السميد نجو الخليط اللي راح نرونو به السميد. واش راح نحتاجو في الوصفه؟ راح نحتاجو 2 كيسان تاع السكر فقط، انا ما عمرتهمش بزاف نقصت شويه. عندي هنايا نص كاس تاع حليب، نكمل عليه نعمرو الكاس بالماء زهر. هذاك الحليب تقدري تعوضيه بنص كاس تاع الياغورت طبيعي او نص كاس تاع اللبن، يعني لك الاختيار واش ديري من هاد 3 مواد. اذا نعمر الكاس تاعي بالماء زهر. الماء زهر لازم في الوسط على قلب اللوز. ونحتاجو كاس تاع الزيت. هنا واش ندير في الطاس تاع الميكسور، يعني ولا عندك هذاك الطاس تاع يخدموا فيه الجو ولا ما هاك تقدري تخدمي به. اذا ندير 2 كيسان تاع السكر، كاس تاع اللبن عفوا الحليب والماء زهر، نزيد لهم كاس تاع الزيت، يعني هذه الوصفه. نزيد عليهم هذاك الكاس تاع الزيت. هنا واش هو الدور تاع الميكسور الدور تاعو انه هذاك السكر يذوب. في عود لي نحكموا السكر مع السميد نحكوه بزاف باش يذوب لنا. الميكسور يخدم خدمته ونبدا نخلط بسم الله. نبقى نخلط حتى نحصل على خليط كريمي ويذوب لنا هذاك السكر كامل. يعني البنات ما كنتش نصور للاسف، حسيت الكاميرا راهي تمشي وهي ما كانش تمشي. بعد ما خلط هذاك الخليط تاع لو ميكسور تاعنا، يعني تحصلنا على واحد الخليط كريمي للاسف، يعني ضاع لي هذا المقطع. شوفوا هذاك الخليط كيفاش نحصلوه عليه، يجي يعني كي تمسيه ما تصيبيش هذوك الحبيبات تاع السكر. درتو على الخليط تاع السميد. نتاسف بزاف على هذا المقطع هذا اللي راح لي. اذا ونخلطوا حتى يتشمخ لنا كامل هذاك السميد تاعنا كما رانا نشوفوا. ها هو تشمخ معايا. بعد نجيب لو بلاطو
لو بلاطو واش فيه 25 سنتيم على 30 سنتيم، يعني مع هذا الكاس راح يجيك سوا 30 على 25 سنتيم. نفرغ الخليط تاع السميد تاعنا، نسوي له الوجه تاعو، يعني بلا ما تضغطي. الا ضغطتي عليه كي تشربيه يعني راح يتفلق وما يجيكش الشكل تاعو الشباب. يعني مع هاد لو بلاطو يجيك السوسه، ما يجيكش رقيق بزاف وما يجيكش خشين. اذا نسوي له الوجه تاعو، راح يكون ساهل في التسويه. برك حنخبطو شويه بهذه الطريقه، راح يسوي روحو. من بعد نغطيه بكيس بلاستيكي ونخليه يرتاح 30 دقيقه. من بعد ما خليت القلبلوس تاعي يرتاح حوالي 30 دقيقه، راح تصيبوه هذاك السميد تشرب كامل هذاك السائل، يعني ما بقاش جاري كما في الاول. من بعد هنا واش ندير، نحكم الموس ندير خطوط فقط، يعني ماشي حتى لتحت. حبيبه تاع اللوز ولا كاوكاو ولا واش عندك، ونرشق كل حبه. اذا نزينها، انا عندي شويه بزياده، اذا راح نديرو التزيين تاع الورده. من بعد ما كملت التزيين تاعو راني سخنت الفرن تاعي، شعلته من قبل ب 15 دقيقه، يعني يسخن مليح على 180 190 درجه. شعلوه غير من التحت، ندخلو يطيب. كي تشوفي هاد الاطراف حمار ولا مليح يعني، ولا قير كيما الكراميل، باش نشعلوه من الفوق يحمر مليح ونخرجو ونعاود نرجع لكم. هذا وين طاب القلب اللوز تاعي. ماذا بكم تحمروه شويه بزياده، لانه كي نديرو له السيرو يعني هذيك الحموريه رايحه تنقص. القلب اللوز سخون والشربات بارده، ونشرب القلب اللوز تاعي. اذا ونخليه يتشرب، ندير الدفعه الاولى يعني النص تاع السيرو ونخليه يتشرب. بعد ما تشرب الدفعه الاولى غير تشوفيه يتشرب يعني حوالي دقيقتين، نزيد الدفعه الثانيه ونديرو كامل الكميه تاع لو سيرو اللي عندنا. اذا نفرغوه كامل بهذه الطريقه، ونخليه يتشرب على الاقل 6 سوايع للفوق، يعني مش اقل من 6 سوايع، والا مش حيتشرب. من الاحسن تخليه ليله كامله. انا نخليه ليله كامله يتشرب ونرجع لكم. الوصفه تاع القلب اللوز خليته بات ليله كامله، يعني باش ينجح لك من الاحسن نخليه يبات ليله كامله. شرب كامل هذاك السيرو وبرد يعني على خاطرو، نقسمو منه ونشوفوا كيفاش جا. اذا راح نحي الحبه، نحي الحبه الاولى وراح نزيد نحي هذه الحبه، لانه الحبه الاولى دائما تعرفوا يعني كي نحوها راح تجي صعيبه. اذا راح نحي لكم هذه باش تشوفوها عن قرب كيفاش جانا. اذا ها هو القلب اللوز تاعنا، حقيقه جا رائع. اذا القلب اللوز تاع الميكسور كامل اخواتي طلبوا مني ان ندير لهم القلب اللوز تاع الميكسور، ها هو معنا واجد. شوفوا كيفاش جا، يجي بزاف شباب. فقط التزموا يعني بالنصائح، نوعيه تاع السميد، الطياب تاعو لازم نطيبيه مليح من التحت ومن بعد من الفوق، والشربات تكون هذيك يعني 10 دقائق، النار ما تكونش قويه بزاف حتى يطيب. اذا ها هو القلب اللوز معنا كامل. اخواتي طلبوا مني القلب اللوز، قلنا لكم تجربوا الوصفه. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، وخليك في دارك. اللي هي القلب اللوز راح نديروه بطريقه بسيطه. كنت عطيت لكم هذه الوصفه عده مرات وجربتوها ونجحتوا فيها والحمد لله. يلا راح نشوفوها مع بعض، نعطيكم مقادير ونعاودوا المقادير ونروح معكم حبه حبه هكذا باش تدونوا كل المقادير تاعكم. و يلا هذا نقيس به، وكيقولوا قلب اللوز نقولوا سوا تاع النحاس، نقولوا الجفنه، نقولوا نفضلوا الشاشه تكون عندكم سوا تاع النحاسه. يلا شوفوا معايا هنا مشاهدينا الكرام واش نسحقوا لهذا القلب اللوز. عندكم 5 مقادير تحفظوها، 5 مقادير تحفظوها. عندكم 6 كيلات تاع سميد،
6 كيلات تاع السميد، والكيله اللي حبيتو على حسب السنيوه. شوفوا انا راح نستعمل هاد السنيوه هاي لك باش تكون مدوره، غنستعمل هاد السنيوه راح نكيل بهاد البول. تشوفوا انتم عندكم سنيوه كبيره على هادي، الكيله تكون كبيره على هادي، ولا كانت سنيوه صغيره على هادي الكيله تكون صغيره على هادي. دونك هنا عندكم 6 كيلات تاع السميد خشين كامل. انا راح نستعمل هاد السميد هاوليك امامكم، السميد خشين كامل. ها الخشين ماشي متوسط وماشي فوق المتوسط، الخشين. دوك قلنا 6 كيلات تاع السميد خشين، 4 كيلات نفس الكيله راح نكيلو بها 4 كيلات تاع السكر. راح نجيبوا السكر عادي هاوليك. قلنا 6 كيلات تاع السميد خشين، 4 كيلات تاع السكر، نفس الكيله كيله تاع الزيت، كيله تاع اللبن، اي لبن اللي حبيتوه تاع القرعه ولا تاع الشكاره كما حبيتو، كيله تاع اللبن وكيله تاع المزهر. نعاود لكم 6 كيلات سميد، 4 كيلات سكر، كيله تاع الزيت، كيله تاع اللبن وكيله مزهر. هذا بالنسبه للعجينه تاعنا. بالنسبه للشربات عندكم 3 كيلات تاع سكر، 6 كيلات تاع الماء عفوا. قلنا الكيله اللي تكيلو بها السكر تكيلو بها 6 كيلات تاع الماء ونص حبه قارص. الحاجه الاولى اللي ديروها هي انكم تحضروا الشربات. نروح نحضروا معكم الشربات. يلا شوفوا هنا ناخذ انا هاد الكسرونه هكذا، نجيبوا هنا نجيبوا كاس. يلا نجيبوا كاس ولا هاد البول هاوليك. شوفوا معايا، شوفوا نكيل به. قلنا 3 كيلات تاع السكر هاملك. هذه الكيله الاولى قلنا 3 كيلات تاع السكر، والكيله اللي تكيلو بها السكر هذا بالنسبه للشربات. اللي تكيلو بها السكر تكيلو بها الماء. شوفوا معايا، هكذا. هذه الكيله الثانيه وهذه الكيله. شوفوا معي هاي، شوفوا هاهم 3 كيلات تاع السكر. نفس الكيله اللي كيلت بها السكر تكيلوا بها 6 كيلات تاع الماء. هاي شوفوا معي، وحده، زوج، 3، 4، وهذه 5، وهذه 6. هاملك 6 كيلات تاع الماء، نص حبه قارص نحطها هنا، ونحط الشربات تاعي فوق النار حتى تشوفوها بدات تغلي. بدات يعني دير بق بق بق، عندك البقبوقات هذوك كامل باش تحسبوا لها 4 ساعات وتطفيوا لها. يلا شوفوا معايا، نحطها فوق النار هاي ليك، نحطها فوق النار قلنا، ونخليوها حتى تبدا تغلي باش نحسبوا لها 4 ساعات ونطفيوا لها. هكذا شوفوا، خلط هذا السكر باش ما يهبطش كامل لتحت، ونبداو نواسيو القلب اللوز تاعنا. شوفوا هاي ليك هكذا. شوفوا هاي ليك، نخليو هاد الشربات طيب. قولنا كي تشوفوها بدات تغلي نحسبوا لها 4 ساعات ونطفيو لها. كي تطفيو لها تزيدوا لها فنجان تاع لاتاي تاع مزهر. يلا دوكا نروحوا لاباط تاعنا. تابعوا معايا، قلنا عندكم 6 كيلات تاع السميد يكون خشين كامل. ها 6 كيلات تاع السميد يكون خشين. شوفوا معايا، هذه الكيلة الأولى، شوفوا، وحدة، 2، 3،
4 5 وهادي 6. هاي لك. قلنا عندكم 6 كيلات تاع السميد يكون خشين كامل. نفس الكيلة تكيلو 4 كيلات تاع السكر. شوفوا معايا هذه الكيلة الأولى. شوفوا هذه الكيلة الأولى، نزيدوا شوفوا هذه الكيلة الثانية. قلنا الكيلة تكيلو بها السميد، تكيلو بها كامل المقادير اللي عطيتهم لكم. يلا نزيدوا نجيبوا السكر. هذه الكيلة الثانية. زوج. شوفوا هكذا. شوف هذه الثالثة، ونزيدوا الكيلة الرابعة. هكذا. هذه 4. هاكو شفتوا الكيلة اللي كيت بها السميد، أنا كيت بها السكر. يلا شوفوا، يلا ندخل هذا السكر مع السميد. هكذا. هاي ليك. دونك هنا واش راح نزيد؟ الكيلة نفسها تكيلو كيلة تاع الزيت. هاي لك كيلة زيت نفسها اللي كيت بها السميد، كيت بها السكر، كيت بها كيلة تاع الزيت. نحطها هنا. ريحة الوصفة تاع الأولى. دوخ. يلا شوفوا الروز. هاوليك. شوفوا الروز تاعنا كي قلت لكم كيفاش تعرفوه بلي طاب. هاوليك ويجي مزربع عاد ما يجيش يلصق. شوفوا هادو التقابي هادو. شوفوا التقابي تاع عرفوا باللي خلاص طاب ونشف ويجيكم مزربع. هاوليك شوفوا. نطفي له النار هكذا. تقدروا تدهنوا بشويه تاع الزبده. يلا هذا بالنسبه للروز نخليوه بجيه. نروحوا لهنا قلب اللوز تاعنا. قلنا زدنا كيلة تاع الزيت هكذا، وندخل هذا الزيت مليح في السميد والسكر هكذا بهذه الطريقه. هاي لك. شوفوا هاوليك. شوفوا هاي لك. يلا واش نزيدو مور الزيت؟ نزيدو كيلة تاع اللبن، ماشي حليب. اللبن استعملوا تاع شكاره ولا تاع قرعه. هاي لك. شوفوا هاي لك الكيلة تاع اللبن، ونزيد معاها كيلة تاع ما زهر. كيلة تاع ما زهر. خلاص هذا هو القلب اللوز تاعنا كيما راكم تشوفوا.
طبعا انا وجدت لكم واحده سوا من قبل هكذا باش خليتها شربت باش تشوفوها واجده. شوفوا هاي لك. يلا شوفوا هاي لك. يلا تحبوا تخلوه كيما راه، تحبوا توسيو له شويه تاع اللوز ولا شويه تاع كاوكاو يكون محمص ومرحي كيما حبيتوا. هاوليك القلب اللوز تاعنا. شوف هكذا. هنا واش ندير؟ نجيبو هنا السنيوه اللي تدخل للفرن. يلا قلنا اللي حبيتو ديروه محشي رايحين تاخذوا كميه تاع لوز يكون محمص ومرحي. دوك نوري لكم كيفاش راح تكون. انا شوفوا هاوليك، شوفوا معايا عندي كميه تاع اللوز واحد 30 غرام حتى ل 20 غرام. واش نزيد مع اللوز؟ نزيدو شويه تاع قرفه. شوفوا هنا، شوفوا شويه تاع قرفه وشويه. شوفوا نزيدوا معاها شويه تاع لاباط. هاي لك هذا هو الحشو نتاعنا خلاص. شوفوا يلا هذا بالنسبه للحشو. ناخذ سيما اللي تدخل للفرن، ندير لها شويه تاع الزيت، ندهنوا هاد السنيوه تاعنا، واللاباط اللي قاعده تقسموها على زوج. دوك نوري لكم كيفاش. شوفوا والفرن تاعكم طبعا كونوا تسخنتوه على درجه حراره 200 درجه، تسخنوه كي تكونوا توجدوه في القلب اللوز تاعكم. يلا هاي ليك. شوفوا معايا ناخذ لاباط قلنا نقسموها على زوج. هاي ليك، هاي ليك. من بعد تاخذوا هذا الحشو هاوليك. نحط الحشو هنا، ما تمشيوهاش لاباط، حطوها برك في سنيوه، حطوا عليها الحشو تاعكم هاوليك. شوفوا نمشيه كامل هكذا الحشو. من بعد ناخذ هاد لاباط اللي قعدت، شوفوا، ونغطي. شوفوا نغطيو هاد الحشو، نغطيوه بلاباط اللي قعدت لنا. هاي لك. شوفوا هاملك هكذا. يلا بعد هنا باش تبداو تمشيو قلب اللوز تاعكم، تمشيوه ورايحين ترشقوا له اللوز من الفوق وتدخلوه للفرن على درجه حراره 200 درجه حتى تشوفوه بلي طاب من التحت. تشوفوا اللون تاعو زاد حمار يعني بزياده. من بعد تزيدوا تحمروه من الفوق يعني تشربوه بالشربات، تكونوا طيبتوها وزدتوا لها الماء زهر وتكون بردت. من بعد ما تشربوه طفيو الفرن تاعكم وتدخلوه مده 2 دقائق داخل الفرن، تشوفوه شرب مليح، تخرجوه وتخلوه يشرب وتقطعوه ويكون القلب اللوز تاعكم حاضر وواجد. يلا مشاهدينا الكرام راح نكمل هذا قلب اللوز نطيبوه. نروحوا فاصل قصير، قعدوا معايا ما تروحوش بعيد. راح نشوفوا الوصفات تاعنا حاضرين وجاهزين عفوا امامكم. رمضان كريم. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشيف صلاح الباتني. قبل ما نبداو لا فيديو تاع اليوم ما تنساوش تصليو وتسلموا على رسول الله عليه افضل الصلوات. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه قلب اللوز اللي ما كانش عائله جزائريه في الشهر الفضيل تخلو المائده تاعها من قلب اللوز. جبتها بطريقه سهله بسيطه، مقادير مضبوطه، وايضا بدون حليب بدون لبن بدون زيت، فقط بالزبده والماء، والنتيجه بزاف مرضيه واحسن من تاع المحلات. اذا درك خليكم على الوصفه مع المقادير، المشاهده ممتعه للجميع. نبداو على بركه الله. اول حاجه نبداو مع الشربات او السيرو اللي راح نشربوا به قلب اللوز تاعنا. في كاسرونه نديروا 3 كيسان نتاع السكر. انا كيلت بهذا الكاس اللي يرفد 200 مليلتر مع 5 كيسان نتاع الماء. بنفس الكاس اللي نكيلو به السكر نكيلو به الماء. عندي 3 كيسان تاع السكر مع 5 كيسان نتاع الماء. من بعد راح نخلطوا
كلش بارد في بارد، نعاودو نحطوها على النار. كي نشوفوها هزت الغليه نحسبوا لها 15 دقيقه او ربع ساعه، نطفي عليها النار ونزيد لها فنجال تاع مزهر ونخليها على جهه، نخلطوها شويه ونخليها على جهه حتى تبرد. نروحو نخدمو قلب اللوز تاعنا في اناء ولا كاسرونه. نديرو لهنا 650 غرام نتاع السميد، اي ما يعادل 5 كيسان. بنفس الكاس اللي كينا شربات راح نكيلو به المقادير تاع قلب اللوز. وبالنسبه للسميد يكون خشين وخاص بقلب اللوز. عندي ايضا لهنا 3 كيسان نتاع السكر، اي ما يعادل 350 غرام. راح نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف بالغرامات وبالكؤوس. وعندي لهنا قرصه تاع الملح. نخلطوا لهنا هذه المكونات الجافه كامل مع بعض. من بعد نجيبوا كاس غربه نتاع السمن، انا استعملت سمن المدينه، تقدروا تستعملوا المارغرين راح تكون نفس النتيجه. نخلطوا هذيك السمن ندخلوها في ذوك المكونات الجافه، نخدموا بالملعقه ومن بعد نخدموا براحه يدينا حتى نحسوا انه السكر هذاك بدا يذوب لنا وما تحسوش به. من بعد لهنا نروحوا نجيبوا كاس غربه مزيج بين الماء وبين المزهر، يعني كاس غربه تاع ماء ومزهر. نخلطها ايضا شويه بالملعقه ومن بعد نخدموا بيدينا حتى نحسوا باللي هذاك الماء دخل في السميد. من بعد لهنا راح نجيبوا سيرفيات ولا صرفيطه ونغطيه ونخليه لمده ساعتين يرتاح ونكملوا مع بعض الوصفه. بعد ما مرت عليه ساعتين نجيبوا لهنا نص كاس نتاع الماء ومزهر، يعني ضفنا في البدايه قبل ما نخليه يرتاح كاس غربه ماء ومزهر، ومن بعد ما يرتاح نزيدوا له نص كاس تاع الماء ومزهر ونزيدوا نخلطوه جيدا حتى نحسوا ايضا هذاك الماء زدنا دخلناه في هذاك الخليط. من بعد نجيبوا لهنا بلاطو اللي المقاس تاعو 25 على 35 وراح ندهنوه بهذاك السمن. انا نشتي نخدم في هذا البلاطو القديم لانه ما يلصقليش وما يحرقليش الحلويات تاعي. ندهنوا مليح هذاك البلاطو بالسمن ولا بالزبده ومن بعد نفرغوا هذاك الخليط تاعنا. نحاولوا نمشيو هذاك الخليط على كامل البلاطو. اذا حبيتوا نتوما القلب اللوز تاعكم يجيكم طالع شويه او عالي شويه تقدروا تنقصوا في المقاس، يعني ديري اقل من 25 او 35، ولكن اذا حبيتيه يكون مليح برك ديري 25 35. من بعد لهنا نحاولوا نمشيو بالكوبات ولكن ما تضغطوش، فقط تمشيو على الوجه فقط. ومن بعد نجيبوا لهنا الموس ونعلموا الحبات تاعنا، ولكن الموس حاولوا ما تدخلوهش للقاعده نتاع البلاطو تاعنا. نعلموا الحبات تاعنا بهذه الطريقه ومن بعد نجيبوا لنا حبات تاع اللوز ولا حبات الجوز ولا واش عندكم في البيت، كاوكاو تقدروا حتى ما ديروش، ونحطوهم في نص الحبه نتاع قلب اللوز. بهذه الطريقه راح نفوتوا الفرن على 180 درجه، نشوفوا طابع الاجوان نشعل لهم الفوق ياخذ لون محمر. بهذه الطريقه لازم يكون احمر مش اصفر. ومن بعد نجيو لهنا نعسلوه بهذيك الشربات. لهنا الشربات بارده وقلب اللوز تاعنا راهو سخون كي غير جبدته من الفرن، راح نعسلو ونعاود نرجعو للفرن. بطبيعه الحال الفرن نكونوا طفيناه، نعاودو نرجعو للفرن ونخليوه لمده ساعتين حتى يشرب هذاك العسل كامل. بالنسبه للكميه ديك تاع العسل اللي خدمناها او الشربات نخليوها كامل او نضيفوها عفوا كامل. من بعد لهنا بعد ما مرت عليه حوالي ساعتين وهو في الفرن كما قلت لكم يكون سخون وما يكونش شاعل بطبيعه الحال، ويشرب هذاك العسل كامل او الشربات هذيك كامل. نجيو لهنا نقسموا معكم باش تشوفوا النتيجه بعينيكم. لهنا شوفوا راهو يتقسم بكل سهوله. ايضا بطبيعه الحال لازم نقسموا على الخطوط هذوك اللي علمناهم قبل ما نطيبوا قلب اللوز تاعنا. ونجيبوا لهنا ان غراتوار، لازم يكون غراتوار كاري باش تقدروا تهزوا الحبه تاعكم بكل سهوله وتجيكم سوسوه. شوفوا كيفاش بهذه الطريقه. وقد ما تخليوا القلب اللوز تاعكم يرتاح قد ما راح يعطيكم نتيجه مليحه. لهنا نحطوه في صحن وراح تشوفوا النتيجه بعد ما نقسمه لكم، وبزاف مرضيه واحسن من تاع المحلات، وكما قلت لكم بدون لبن بدون حليب. اذا هذه هي النتيجه الاخيره. اذا عجبتكم لا فيديو تاع نهار اليوم عليكم الا تبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء والاحباب. ما تنساوش ايضا تخليوا لي رايكم في التعليقات، اي وصفه بغيتوها خليوها لي ايضا في التعليقات. ما تنساوش ايضا كثروا لنا من اللجام. تهلاو في رواحكم، صحه فطوركم وسلام.